هل الشارت اللي انت شايفها قدامك دي سيمبل بسيطة واضحة؟ قادر تفهم الشارت بسهولة؟ اظن الاجابة هتكون لا. طيب لو شفنا الشارتس دي، ده هنا كولوم شارت، لاين شارت. طيب لو شفنا الشارت دي، هل دي واضحة؟ هنا دي تري ماب شارت، هل دي واضحة؟ مهم جدا ان انت تختار نوع الشارت. انا دلوقتي الشارت دي قدامي اسمها ريبن شارت. الشارت دي بتستخدم للاناليسيز، فاحنا في عندنا نوعين من الشارتس بنستخدمهم. في تشارت بنستخدمها عشان نعمل بيها اناليسيز، وفي تشارت بنستخدمها عشان نعرضها في الداشبورد زي هنا الكولم واللاين. فانت مهم قدامك 5 ثواني او من 3 ل5 ثواني تبص فيهم على الشارت. لو لقيت الشارت دي انت فاهمها يبقى تقدر تضيفها في الداشبورد. لو انت صعبه بالنسبه لليوزر زي هنا مثلا التري ماب، انا اول ما شفت الشارت دي ما فهمتش التفاصيل بتاعتها، محتاجه شرح اكتر، يبقى دي تشارت انت بتستخدمها للاناليسيز. والتشارت دي مفيده جدا بس للاناليسيز، انت اللي تستخدمها عشان تعمل بيها تحليل. انما في تشارتس ثانيه زي الكولم واللاين والبار من اكتر التشارتس اللي انت ممكن تستخدمهم عشان تعرضهم في الداشبورد. فمهم جدا قبل ما تختار الشارت اللي انت هتستخدمها في الداشبورد تشوف هل هي سهله وبسيطه بالنسبه للناس ان هي تفهمها، ولا محتاجه شرح كتير عشان تقدر تحدد هل تضيفها في الداشبورد او لا. شكرا جدا ليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب باذن الله.